تقرير مختصر يا جماعه عن اللي حصل في سوق الحد النهارده بالتفصيل. التقرير ده هنقول لك على اللي حصل في سوق الحد بالظبط زي ما الكتاب قال بالتفصيل، وهنقول لك في الفيديو ده يا جماعه عن كام حاجه ان شاء الله. في الفيديو ده كام حاجه وكم معلومه جداد عن السوق وعن حاله الحبوب الفتره اللي جايه ان شاء الله، ومستقبل الهوايه الفتره اللي جايه الناس اللي هي مكمله معانا في الهوايه. ولكن تابع الفيديو ده معاه للنهايه عشان خاطر تستفيد بجميع المعلومات، لان انا ما بلحقش اقول جميع المعلومات كلها في مقدمة الفيديو، عشان حتى لو قدمت تعرف اخبار السوق، او ممكن تسيب اخبار السوق، او تعرف اسعار الحبوب بس، او تعرف اللي انا عاوز اقوله عن الحبوب او اللي انا عاوز اقوله عن السوق. ولكن تابع معايا الفيديو للنهايه من غير رغي كتير. هنخش النهارده نبدا بس باخبار كويسه جدا واخبار حلوه جدا عن حاله الطلبيات وعن حاله التصدير الفتره اللي جايه. طبعا ما زال التصدير شغال وما زال الطلبيات شغاله. طبعا النهارده في سوق الحد كان في لم كبير جدا وكان في اقبال شديد على الكوكتيل بجميع انواعه وجميع طفراته، من اول الحبشي لحد الالبينو. طبعا كل حاجه بتختلف في سعرها، ولكن الاسعار بتاعه النهارده يعني كانت مقاربه لسوق الجمعه، كانت تقريبا زي سوق الجمعه كمان. النهارده الكوكتيل اللاتيني والكوكتيل المصبع والكوكتيل الايزابيل والحبشي والكوكتيلات عامها والوات فيس اي كوكتيلات عامه النهارده كان في سوق الحد كان عليها لم بشكل كبير غير اي تيورو. طبعا احنا عارفين النهارده ان بيكون الحد المعتاد فيه اقل من سوق الجمعه بالنسبه للتجار، يعني التجار بيكون في سوق الحد اقل من سوق الجمعه. في تجار كتير ما بتنزلش سوق الحد عشان خاطر بتكون نسبه الهواة والمربين قليله فيه، تمام. بالتالي ما بيعرفش يعني يلم الحاجه اللي هو عايزها بشكل كبير، فبالتالي بينزل سوق الجمعه. في تجار كتير بتنزل سوق الجمعه بس، تمام. دي الحاجه اللي هنفهمها لكم برضو في نهايه الفيديو ان شاء الله. بس ركز معايا وتابع معايا الفيديو ده للنهايه. طبعا النهارده كان في لم كتير على الكوكتيل بجميع انواعه. طبعا النهارده مفيش لم مثلا على الاسترالي، لم خفيف على الفوله، لم خفيف جدا او ممكن ما يكونش عليها لم. فكل تاجر وكل وهاوي بينزل سوق الحد مختلف تماما عن اللي بينزلوا في سوق الجمعه. طبعا التجار اللي هي بتلم الاسترالي او بتلم الانواع التانية غير الكوكتيل بيفضل نزوله يوم الجمعه. يعني في تجار ما بتنزلش سوق الحد حتى لو هو محتاج استرالي او معاه تربيه استرالي، ممكن ينزل يجيب حاجات فواتح او يجيب باسعار قليله جدا، يعرف يجيب باسعار كويسه جدا بمعنى اصح يعني. ولكن بيفضل سوق الجمعه بالنسبه للناس اللي هي بتلم اي انواع تانية غير الكوكتيل فقط. يعني الكوكتيل ده اركنه على جنب دلوقتي، هفهمك ليه بيلموا من سوق الجمعه بس. لان بيكون نسبه الهواة في سوق الجمعه والمربين بتكون كتير جدا عن اللي في سوق الحد، فبالتالي بيكون في طيور جدا. فهو بشكل اوضح وبشكل ابسط كده هو بيعرف ينزل في الاسعار ويعرف يشتري بسعر كويس عشان خاطر يصدر بسعر كويس ويكسب كتير بمعنى صح كده ومعنى اوضح برضه. يعني في سوق الحد بيكون برضه في استرالي وبيكون في طيور، وممكن يكون الحد ارخص من سوق الجمعه، ولكن مش في كل الحالات، مش في كل الحالات بيكون الحد رخيص. ممكن يكون الحد اغلى من سوق الجمعه، زي النهارده مثلا الكوكتيل اللاتيني مش موجود، والكوكتيلات عامه النهارده عليها لم بشكل كبير ومش موجود. فاحب ابشرك واحب اعرفك ان في سوق الجمعه القادم ان شاء الله النهارده كان في تجار قليله جدا 3 4 بيلموا، فالجمعه بيكون 8 او 10 او 12 او 15، فبيكون العدد كبير. فبالتالي هيكون الجري على الكوكتيل اللاتيني او التجار هيكون عاوزاه بشكل كبير احسن من سوق الحد. يعني النهارده الكوكتيل عليه لم، النهارده رقم 1 الكوكتيل عليه لم، رقم 2 الروز، رقم 3 الاسترالي. يعني في سوق الجمعه القادم ان شاء الله هيكون في لم كويس جدا على الكوكتيل اللاتيني والكوكتيلات كلها عامة. لما نقول الكوكتيل اللاتيني يبقى الكوكتيل كله عامة بشكل عام، تمام. دي الحاجة التانية ان النهاردة في سوق الحد يا جماعة كان الاسعار برضو تقريبا زي سوق الجمعة، ما كانش فيه اسعار قليلة جدا. يعني الايزابيل كان نفس المستوى بتاع الجمعة من 400 450. طبعا المربي هو اللي بيحدد الاسعار وهو اللي بيتمسك بسعر طيره، وهو هو العمود الرئيسي او العمود الاساسي في السوق في تحديد الاسعار. التاجر يعني انا لاحظت اكتر من كذا تاجر بيجي يقول لك الطير ده عامل كام. التاجر دلوقتي ما بقاش يقول سعر بعد ارتفاع الطيور ونزول الطيور، ما بقاش يقول سعر دي الحاجه دي عامله كام، بقى يسال المربي الاول الطير ده بتاعك عامل كام. انا مش هسمي لك حاجه، انت تقول لي الكوكتيل ده اللاتيني عامل مثلا 500 جنيه كمثال، لا ده يمشي معايا 400. انت بقى اللي بتحدد بقى تديهوله ب 400 450 تديهوله ب 500. انت كمربي انت اللي بتحدد سعر الطير بتاعك. دلوقتي دي حاجه كويسه
الحاجه التانيه ان اصلا الطيور ما هيش موجوده في السوق، بالذات الكوكتيل. يعني النهارده في سوق الحد كان في اقبال شديد على الكوكتيل، وكان في لمه على الكوكتيل، والطلبيه دي محتاجه كوكتيل. وبعدين طالما محتاجه كوكتيل ما بتاخدش كوكتيل بس، ما فيش اي دوله بتستورد من مصر، ما فيش اي دوله بتستورد من مصر طيور مثلا كوكتيل بس. الطلبيه دي بيكون معاها مثلا استرالي، بيكون معاها روز، بيكون معاها اي انواع اخرى غير الكوكتيل. فده حاجه كويسه طبعا، سواء العراق او تركيا او اي دوله بتستورد من مصر. فطالما في اقبال على الكوكتيل في سوق الحد، اكيد في الجمعه هيكون في لم على انواع الطيور التانية بالنسبه للروز وبالنسبه للاسترالي. فعشان كده احب اعرفك تتمسك بالطول الفتره اللي جايه. دي حاجه بس هديك حاجه عن حاله السوق. النهارده كان في لم، وناس اللي هي عايز تعرف كان في لم ولا لا. طبعا احنا قلنا في بدايه الفيديو ان في لم طبعا، واخبار حلوه جدا عن حاله السوق على الطلبات، وما الطلبيات شغاله. ولو في توقف في جمعه او الجمعه القادمه مثلا يكون في توقف للطلبيه ومش هيكون في لم، هننصحك بعدم نزولك للسوق، وننصحك بعدم نزولك من البيت اصلا. ما تنزلش عشان بكره مش هيكون في لم، عشان ما تنزلش وتخسر في الطير وتتفاجئ ويكون فيه هبوط في الاسعار، او ما يكونش فيه لم وتروح بالطيور وترجع زي الاول. وطبعا كده كده بفضل الله الناس اللي هي بتتابعنا والناس اللي هي مشتركه في القناه بنوصل لها المعلومه اول الناس، بنعرفك كل جديد وكل حصري. يعني اول باول، اول ما الخبر بيكون لسه طالع حتى ما اتنشرش وفي تجار كتير ما تعرفوش، بفضل الله احنا بنوصل للمعلومات ديت وبنعرفكم جميع المعلومات وجميع الاخبار اول باول، صغيره وكبيره. وهنتكلم النهارده عن حاله الحبوب، هناخد لنا دقيقه كده عن حاله الحبوب الفتره اللي جايه. طبعا الحبوب في متوسط ال 30 جنيه، ده سعر كويس جدا. يعني اللي عايز يخزن عنده حبوب يقدر ان هو يخزن حبوب، ولكن ممكن تنزل لحد 25. ده لسه هنأكده عليك في التقرير اللي جاي ان شاء الله بتاع الخميس، او ممكن نعمل فيديو عن حاله الحبوب لوحده. تمام؟ فان شاء الله هنعرفك حاله الحبوب الفتره الجايه برضه هيكون فيها ايه بعد التقرير ده. يعني دلوقتي الحبوب مثلا وصلت ل 30 جنيه بالنسبه للبيلكام، ده سعر كويس جدا وسعر حلو جدا، ولكن هتفضل فترة مؤقتة، ممكن شهر شهرين ثلاثة لحد أول موسم الإنتاج شهر 9، وممكن الحبوب تبدأ ترتفع. تمام؟ لأن دلوقتي ده موسم حصاده، وموسم مثلا البلكم محصود مثلا بقاله 20 يوم أو بقاله شهر، الزريعة أو المزارعين أو الفلاحين بايعينه، فبالتالي بتكون الحبة لسه خضراء وبتكون بتوزن مع التاجر. يعني كمثال بعد مثلا شهرين ثلاثة فصل الصيف بتبدأ الحبوب، يعني اللي كان جايب 3 4 طن، كل طن اقل الكلام هيخس له 100 كيلو، هيخس 50 كيلو. اسعار وزن الحبوب بينزل. فبالتالي طالما وزن الحبوب نزل بيكون فيه خساره على التجار. فالتجار عشان تعوض الخساره دي بتعمل ايه؟ بتقوم رافعه الاسعار على المربين، وبالتالي بيكون لسه بدري على موسم الحصاد من شهر 9 لشهر 5 وشهر 6، بيكون لسه بدري على موسم الحصاد. بيبدأ كده كده بالفعل بيكون المربين والهواة محتاجين الحبوب، فبالتالي الناس كتير بتشتري، لان كده كده انت في موسم الانتاج، وفي الشتاء الطير بياكل اكتر من الصيف. يعني دلوقتي عشان خاطر يعوض الخسارة بتاعته بيقوم رافع سعر الطير، رافع سعر الحبوب على المربي. فايه اللي بيخليه يعمل كده؟ ان دلوقتي الحبوب حبة البلكم بعد الحصاد على طول بتكون داخلها ميه وبتكون لسه خضرة وبتكون بتوزن على التاجر. بعد فترة 3 4 شهور بيكون بالفعل الحبوب بتبدأ ان هي تنشف. كمثال لو انت دلوقتي عندك حصاد القمح او حصاد الغلة، بتكون الحبة بعد حصاد الغلة او حصاد القمح بتكون الحبة خضرة، يعني بتكون الحبة ناشفة، ولكن لو تكيت عليها بسنانك بتكون طرية. يعني كمثال لو انت مثلا بعد الحصاد لو عاوز تطحن او تعمله طحين او تعمله دقيق، فبالتالي بتغسله وبتسيبه فترة في الشمس منشور يومين ثلاثة، بحيث الشمس تنشفه كويس عشان يكون كويس معاك في الطحين. دي حاجة. الحاجة التانية ان هو بيوزن بعد الحصاد بتاعه. فبعد فترة البلكم ده بتبدأ الحباية تنشف، بتكون الحباية غير، يعني حتى لو الناس اللي هي بتشتري بلكم دلوقتي هتحس ان حباية البلكم بيضة وطرية وخضرة. اي بيكون ناشف بس ما بتكونش زي البلكم بتاع السنة اللي فاتت او السنة الماضية. طبعا ده بيختلف عن ده تماما، بيكون ده اخضر وبيكون بيوزن على التاجر. فده اللي بيخلي التجار ترفع الفترة اللي جاية، ممكن ترفع مثلا على بداية الموسم الانتاج في عد فصل الصيف الثلاث 4 شهور، لان برضو بيكون السحب قليل جدا على الحبوب. ممكن في بداية الموسم بتاع التزاج او موسم الانتاج بتاع الطيور من شهر 9، ابتداء من شهر 9 يبداوا يرفعوا اسعار
الحبوب. ولو انت عاوز تبدا تخزن كميات حبوب عندك تقدر انت تخزن الفتره دي. ده بالنسبه للحبوب. وقلنا ان احنا ممكن الفتره الجايه اما تنزل يا اما تستقر على السعر ده، والسعر ده انا شايف ان هو كويس جدا بالنسبه للناس اللي هي بتهتم بحالات الحبوب وعايز تعرف الاسعار الحبوب ايه. ان البلكم النهارده بالفعل في اماكن كتير يا جماعه عامل 30 جنيه، والفلارس عامله 55 جنيه. عشان ما حدش يضحك عليك، المفروض ان التاجر بتاع الحبوب مش عاوز يخسر. في اماكن لسه ما زالت لحد الان بتبيع البلكم ب 65 جنيه، وفي اماكن كتير بتبيع البلكم ب 65 جنيه. وده حصل معايا ان التاجر ما رضيش ينزل، انا شاري الحبوب غاليه فانا مش هخسر في الاسعار. ولكن انت كمربي برضه لازم تتمسك بسعر طيورك وما تخسرش في الطيور. الطيور ديت انت كنت مأكلها البلكم ب 70 جنيه والفلارس ب 60 جنيه وب 65 جنيه، فلازم تتمسك بسعر الطير. الطير بتاعك انت اللي بتحدد سعره، يعني انت اللي بتحدد سعر الطير بتاعك، تقدر ان انت تكسب من خلال تحديدك للسعر ده. بالنسبه لكل ده بيرجع للمربي وبيرجع للهاوي اللي بينزل السوق. عاوز تكسب او عاوز تخسر في طيرك، عاوز مثلا ترميه، عاوز مثلا تبيعه بسعر كويس. لو المربين كلها اتحدت وبقت ايد واحده، وكل مربي بينزل السوق بيشوف المربي ده بيتمسك ويتمسكوا بالاسعار وما يزهقوش وما ينزلوش السوق بدري. لان في ناس كتير بتنزل السوق بدري فعاوزه تمسك سعر كويس في الطير. التجار بتقوم جايه رابطه الاسعار ومتفقين مع بعض ورابطين الاسعار بسعر معين محدش بيزود عليه. فتفضل المربين واقفين من الصبح مثلا الساعه 8 او الساعه 9 لحد الساعه 12 او الساعه 11 او الساعه 1. فبالتالي بيكون الجو حر والمربين زهقت عاوزه تسلم الطور باي اسعار وتمشي. دي حاجه ما استحقش انت تنزل السوق بدري، تنزل السوق متاخر شويه بتكون الاسعار استقرت وكل التجار بدات تلم بقى. لما انت تبدا تتمسك باسعارك تبدا ان انت تعرف تبيع باسعار كويسه. ولكن الاسعار النهارده كانت تقريبا لحد سوق الجمعه، اسعار لحد النهارده كانت تقريبا زي سوق الجمعه. الاسعار النهارده كانت كويسه جدا. يعني الازابيل برضو كان عامل 400 جنيه 450 جنيه بالنسبه للكبير الشغال، ودي حاجه كويسه مش وحشه على الحبوب ديت. والفتره اللي جايه كمان هيكون في اقبال اكتر من كده، وممكن الاسعار كلها بتاعه الطيور ترفع الفتره اللي جايه. ده تقرير مختصر كده عن سوق الحد. ولكن عشان ما نطولش في الفيديو او نطول في الفيديو اكتر من كده او نعيد المعلومات اللي احنا قلناها، ولكن احب اذكرك في نهايه الفيديو لو انت لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو استفدت اي معلومه لو بسيطه من الفيديو ما تبخلش علينا باللايك الجميل بتاعك، وتابع معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه هنعمل لكم تقارير كويسه جدا وننزل لكم اخبار حلوه جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه عن حاله السوق. ونصيحه ما تنزلش سوق الجمعه او سوق الحد الا لما تسمع تقرير هيكون فيه لم ولا لا، لان في اي لحظه بيكون في وقوف في الطلبيات وما يكونش في لم. عشان ما تنزلش مشوار. وفي ناس كتير بتعلق بتقول احنا بنيجي من محافظات تانية بعيد خالص عن القاهره من محافظات اخرى، فيا ريت تعرفونا ان كان في لم ولا لا في الاسواق او في سوق الحد او في سوق الجمعه، عشان خاطر الناس اللي هي هتكون هتنزل. فتابع معايا الفيديوهات ان شاء الله عشان تعرف كل جديد.